محمد رسول الله. طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه زينب يونس. أبنائي وبناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرياضة والمناعة عنوان حلقة اليوم. يسرني أن يكون في ضيافتنا الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس. مرحبا دكتور مجدي. مرحبا. مرحبا. ويسرني أن يشاركنا أيضا الابن محمد عيد. مرحبا. مرحبا. والابن أحمد محمد عيد. مرحبا. مرحبا بكم. دكتور مجدي، عنوان حلقة اليوم الرياضة والمناعة. هل هناك علاقة بين الرياضة وممارسة الرياضة والمناعة؟ واتضح فعلا ان الشعوب التي تمارس الرياضة اكثر مناعة من الشعوب اللي بتمارس الرياضة. حتى السرطان نفسه بيزيد في المجتمعات والاسر التي تمارس الحركة والرياضة. واتضح ان الرياضة بشكل عام تؤدي الى تجديد النشاط. دكتور مجدي، يعني معذرة لمقاطعة حضرتك، نود أن نفهم الابن أحمد ومحمد المقصود بالمناعة. المناعة تجعلك منيعا، يعني تمنع دخول الأمراض إليك أو نشأة الأمراض داخل جسدك. بمعنى المناعة جسم قوي تجعلك تقاوم الأمراض لو جاءتك، وتجعلك تعيش أحيانا بلا أمراض. يبقى ده جهاز المناعة. شكرا. من ضمن الأشياء الهامة الحديثة للرياضة أنها تنشط هرمونات، وده جديد، تنشط هرمونات داخل الجسد. من ضمنها هرمون يسموه هرمون الايريزين، يسموه هرمون الرياضه الجديد. الهرمون ده بيخليني عندي يحرق الدهون، يعني الدهون يخليها تتحرق داخل الجسد. الدهون بتخلي الانسان يبقى سمين. السمنه تؤدي الى 25 مرض. الدهون الموجوده في جسدي هي دي اللي بيستخبى فيها السموم. يبقى السموم تستخبى جواها. يبقى مصلحتي ان انا احرق الدهون. احرق الدهون ازاي؟ ان انا امارس الحركه او الصيام، او ان انا اخد بهارات كتير او الياف كتير تقوم تحرق الدهون. يوم السموم تطلع عن طريق العرق او البول، اتخلصت منها. الاول يعني مره نسمع عن هذا الهرمون، هرمون الايريزين. الايريزين هذا يعني هو في الجسم، يعني واكتشف حديثا داخل جسد الانسان. داخل جسد الانسان ينشط بالرياضه، بالحركه. يحرق الدهون، يقلل من زياده الوزن والسمنه. ودي آفة، لان السمنه اصبحت وباء عالمي. وباء يعني ايه؟ يعني مرض ينتشر في كل دول العالم. اصبح العالم دلوقتي زياده الوزن. ليه؟ لان الناس اصبحت قليله الحركه، وبتاكل سعرات حراريه كتير، يعني بتاكل سكر كتير، بتاكل نشويات كتير، فعندهم الحركه دي غايبه شويه. ويحد من تراكم الدهون، يبني العضلات. انتم محتاجين هرمون الايريزين. ويخفض الوزن في الاطفال وفي الكبار. ينشط من الخلايا العضليه الهيكليه من ناحيه الميتوكوندريا والايض. لا تعرفوا الميتوكوندريا يعني ايه؟ عشان هتاخدوها في العلوم في الدراسات وهكذا. الدراسات العلميه بتقول في عندنا حاجه اسمها الميتوكوندريا. ايه الفرق بين الانسان الحي والانسان الميت؟ الميت سائع والحي دافئ. الحي دافئ عشان عنده حراره. الحراره بتيجي من الطاقه. عندنا يقول لك المدينه، مثلا مدينه القاهره، هناك في محطات للطاقه. مصر تنشئ محطه كهربائيه نوويه للطاقه وهكذا. عندنا الحمد لله من رب العالمين ان كل خليه داخل جسمنا فيها ميتوكوندريا. الميتوكوندريا هي محطه للطاقه داخل الجسم. كل خليه محطة ربانية للطاقة. سبحان الله. كل خلية عندنا جويها محطة بتولد طاقة. والدليل ايدك سخنة، الدليل انت بتتحرك، الدليل ان اللي عندك اللي بيشتغل. انت نايم، قلبك بيشتغل ازاي؟ عشان عنده طاقة. ما حدش طفى النور عنده، في حد هتقطع الكهرباء عنه. يبقى جهاز التكييف لو قطع الكهرباء مش هيشتغل. لكن انت تقطع الكهرباء بتتنفس، بتنام بتتنفس. يبقى كل عشان عندك طاقه. توليد الطاقه داخل الخلايا. يبقى كل جسد، كل عضو، كل جهاز، كل خليه جوانا محتاجه طاقه. والطاقه تجدها فين؟ في الميتوكوندريا. سهله جدا. ميتوكوندريا. الميتوكوندريا تنشط بالرياضه. سبحان الله. سبحان الله. يبقى فهمتم هذه النقطه يا محمد؟ نعم. طيب، مما يبشر بإمكانية استخدام الرياضة في المستقبل للعلاج. يبقى من ضمن الحاجات ممكن بقول لك لا انت محتاج 20 جلسة رياضة. ايوه، انت المرض اللي عندك ده انا مش قادر امشي، رقبتي بتوجعني، عشان انت محتاج رياضة. يبقى لازم احنا رياضة علاجية بقى. وقاية وعلاج. يبقى رياضة وقاية وعلاج. عشان كده بنحذر منها. والعالم كله ابتدى، حتى في الدول الأجنبية يقول لك احنا الدكتور قال لصاحب الكلب لازم تمشي الكلب كل يوم على نهر الدانوب 3 ساعات
اسبوعيا، تمشيه كل يوم نص ساعه، وتلاقي كل يوم يمشيه ماسك الكلب، مش اصل الدكتور قال لازم الكلب يمشي. طب ما احنا اولى، والانسان اولى. احنا اولى. كرمنا لقد كرمنا بني ادم. وطلع الايريزين من اسرار الشباب الدائم. ليه؟ يحافظ على الشباب. هرمون الايريزين هو هرمون الرياضه الجديد، بيخليك يقول هو عنده 50 سنه بس بشوفه شكله صغير عشان عنده بيمارس الرياضه. يبقى لديهم الاعمار بيد الله. بس اللي بيمارسوا الرياضه اعمارهم اطول من اللي بيمارسوا الرياضه. يعني يظهر شابا. ووجدوا كمان ان مستوى هرمون ده يزداد كلما زادت نشاط الكتل العضليه، العضلات اللي عندك. عايز تبقى عندك عضلات، بتاكل فول، بتاكل عدس، بتاكل ارانب، بتتغذى كويس، ما تاكلش اكل غربي سريع اللي هو الحاجات الفاست فود بيسموها والكلام ده. ان انا كمان بيبقى عندك عضلات مش تشعر بالبرد، لان وقت البرد هيبقى عندك عضلات هتتحرك شويه، هتتهز شويه، هيبقى عندك قشعريره، هيبقى عندك طاقه زياده. مستوى الهرمون ده بيقل عند مين؟ للاسف عند مرضى السكر، بيقل مع الناس اللي عندها امراض الكلى، بيقل عند الناس اللي عندها تسمم، بيقل مع الناس الكسلانه، الناس اللي ما بتاكلش كويس. الوظائف عامه بقى. يبقى الرياضه تبني العضلات، تقوي المفاصل، تجعلك تحرق الاكسجين، تنشط الجلد والعرق، تحسن الصحه، تقلل من الامراض. نعم. بتمارسوا رياضه؟ نعم. ابن احمد انهي نوع؟ انا امارس كرة القدم. برافو. ايوه. وامارس رياضة الضغط. والابن محمد. وانا كمان. طيب هتمارس رياضه بس على شرط، هنمارس الرياضه للصحه العامه، للترفيه، لقتل الوقت، وليس للعصبيه. مش هنتعصب، مش هنقول الفريق ده احسن من الفريق ده، احنا نمارس الرياضه وبعد ما نخلص الرياضه الفريق كرة القدم نصافح بعض، منافسه شريفه يعني. ونهنئ بعض. نعم. الرياضه والمخ في علاقه. الرياضه تخلص المخ من السموم وتجعلك اكثر ذكاء. ما شاء الله، يعني الرياضه تزيد الذكاء. نعم. العقل السليم في الجسم السليم. نعم. انتوا برضو عشان انتوا بتيجوا تمارسوا الرياضه لازم بشكل عام ان احنا ننام ساعات جيده قبل الرياضه، وان احنا نلبس ملابس واسعه، وان احنا واحنا قبل الرياضه في حاجه اسمها الاحماء، ان انت بتدرب الاول تلف حوالين الملعب يعني. تسخين. عشان ايه؟ ما تلعبش رياضه على طول. احيانا بعض الناس اللي ما عندهمش احماء يدخل يلعب يلاقي نفسه مش قادر يقف ويجري بسرعه ويجي له اعياء وما يكملش الماتش. بس برضو لازم خلال فتره الرياضه دي انتوا يبقى عندكم تشربوا الميه تعويض العرق الذي يعني مثلا لازم كل ربع ساعه. ولازم كمان ان احنا نلتزم ان احنا نحرك العضلات على قدر الامكان. يبقى كل عضلات جسمك تحاول تلعب بيها وتحركها خلال الجري عشان تحرك عضلات الكبيره، الكتفين والفخذين وهكذا. دي بتفيدنا جدا في. وبعدين كان في حاجه اقول لكم برضو شيء، مثلا ممارسه الرياضه بشكل عام تؤدي الى برضو زياده القدره على التحكم في اليدين. يبقى تحكم في اليدين، هتكتب كويس، هترسم كويس، ده هيفيدك، ايدك مش هتتعب وانت بتذاكر وهكذا. وتزيد كما ذكرت حضرتك الذكاء، التحصيل الدراسي كمان. التنسيق بين المخ والعضلات بيزداد بالرياضه. يعني معنى ان انت بتمارس رياضه افضل، دم اكتر في المخ، وبالتالي هتجاوب اسرع ومش هتتعب، وهتكمل فتره الدرس او الامتحان بكل سعاده باذن الله تعالى. هكذا ابنائي وبناتي تعرفنا على الرياضه والمناعه، عنوان حلقه اليوم من خلال اللقاء مع الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه واستشاري الاطفال وزميل معهد الطفوله بجامعه عين شمس. شكرا يا دكتور على هذه المعلومات الطيبه. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. واشكر الابن محمد عيد والابن احمد محمد عيد على هذه المشاركه. شكر الله لكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وان شئت القبول في الدعوات فاختم بالصلاه على محمد. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. كنتم مع برنامج طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه زينب يونس. إذاعة القرآن الكريم.